أهلا أهلا. صباح الصباحات الجميلة والليالي المليحة. صباحكم سعادة ومساءكم أسعد إن شاء الله. أولا هذا الفيديو عندي آخر مشتريات لشهر رمضان بإذن الله. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم يا رب، وشهر مبارك إن شاء الله. أول حاجة جبت هذا الفانوس الجميل زي ما انتم شايفين، فانوس زجاجي. صراحة هو يستخدم كفانوس، كذلك ممكن يستخدم يعني تحطي فيه أي حاجة انت حابتها. شايفين؟ هذا هو. طبعا أنا كنت حابة أشتري شمعة إلكترونية وشموع إلكترونية، صراحة ما فحصلت النوع هذا جدا رائع، يعني تأدي بالغرض. تمام. فيا بنات شي ولا أروع، مع إضاءة كذا خافتة والفانوس هذا تجنن أجواء ولا أروع. هذه أول المشتريات معايا. طبعا أنا شريت من كذا محل، تقريبا 4 محلات، من إيكيا، وكذلك من لؤلؤة النيل، كذلك هذا محل كماليات، كذلك من على كيفك، كذلك من ماي مارت. يعني من كل بحر قطرة. طبعا مو في وقت واحد، على أوقات متفرقة. عندي هذا النوع، شايفين، من البطرمانات، جدا رائع. الكرتونة فيها 4 علب، ساعة العلبة تاخذ 250 ملي. حابة بهارات، حابة تخزني فيها أي حاجة انتي، مربى، اللي هو زي ما قلت جدا رائع يا بنات. أنا عندي الحجم الكبير منها، إن شاء الله تشوفوا معايا في لما أجي أصلح وصفة كذا راح تشوفوها معايا، الكبير والصغير. هذه أول حاجتين. بعد كذا هذه التمرية، شايفينها ما شاء الله، زجاج برضو. تمام، ترى حجمها كبير جدا ما شاء الله. هنا في الصورة طالعة صغيرة. هذه هي. وهذا كرتون، هاي اللي حابة. طبعا صراحة من شيء جديد، هذه أنا شفتها كذا مرة، لكن حبيت أجيبها المرة هذه في رمضان. شايفين، قطعة واحدة فقط تيجي. بعد كذا جبت هذه الصواني من إيكيا، جدا رائعة، عجبتني شكلها مضلع كذا ولونها كحلي. فقط جبت 3 منها، ما حبيت أكثر لأن عندي صراحة صواني كثيرة، بس عجبني اللون والشكل. بعد كذا جبت الحافظات هذه تبع الميكروويف، 10 قطع فيها. جبت علبتين أو طقمين. طبعا سعتها شايفين، هذه سعتها تقريبا 3 سنتي، 4 بالكثير. كذلك جبت الأكياس هذه، اسمها كلاسيك. تمام، فيها 150 قطعة تقريبا للساندويشات. صراحة أنا كنت أخذ نوع غير هذا النوع، كان يجي منه مقاسات كثيرة، كان جدا رائع، بس ما حصلت إلا هذا النوع المرة هذه. والمقاس هذا اللي هو 15 سنتي وحبة كذا، في 13 سنتي كمان وحبة، يعني زيادة شوي. هذه هي مقاس واحد زي ما قلت، ما حصلت مقاسات. فاكرين في الفيديو اللي قبل كذا كنت جايبة صينيتين بايركس أو زجاج، وكنت مترددة في قطعة صح، قايلت لكم جبت منها علبتين أو حبتين. هذا الطقم جدا يا بنات رائع هذا، وبيخدمك في رمضان كثير. جبت منه حبتين، كان ما شاء الله مليان المحل منها. ريحة المرة هذه صراحة كانت آخر حبتين. يلا كويس حصلتها. جبت المنفضة هذه كذلك، الحين على الصيف. تمام،
فضروري تحتاجيها هذه المنفضة، أي نوع كان، بس أهم حاجة لابد تجيبيها. غبار. كذلك جبت نوع المشخال هذا جدا رائع يا بنات. أولا اليد تبعه سيليكون، ما تحتر، ما تخافي تحرقك أو شيء، ويجيك منها ألوان زي كذا. طبعا في ألوان كثيرة بس أنا حبيت ومقاسها ترى جدا رائع، مو صغير. وهذه الماركة جدا رائعة يا بنات. هذه هي. طبعا في أشكال وأحجام زي ما قلت. كذلك جبت النوع هذا، جبت النوع هذا من القلفزات، ضرورية القلفزات هذه. جبت منها علبتين مقاس ميديم، العلبة فيها 40 حبة. طبعا أحيانا تلاقي أكثر، أحيانا تلاقي نفس العدد هذا. صراحة أنا أستخدمها لتقطيع الدجاج، اللحوم، كذلك للسلطة كذا، لما عصارة طماطم أو ليمون أو شيء زي كذا، أفضل أنا بهذه أستخدمها. كذلك وقت العجن، الغسيل ونوع ثاني. كذلك جبت 3 أكياس من هذا النوع للزباين الله يكرمكم. مقاس الجالون عندي 30، فهذه جدا رائعة عليه. 70 و50 لا كبيرة، وخامتها كويسة. أحيانا تلاقي أشياء خفيفة، وأحيانا تلاقي أشياء ثقيلة، وأحيانا متوسطة. أنت مع تكرار الشراء تمام راح تعرفي، راح يكون عندك خبرة بالحاجة الكويسة والرديئة. جبت 3 حبات منها. كمان جبت هذا النوع من الأكياس، شايفين هذا النوع من الأكياس. هذا تغطي فيه العجين أو أي طبق أنت حابة تدخلي الثلاجة، أو ما عندك غطاء اللي هو، تقدري تستخدمي هذه. جدا رائعة يا بنات، وتقدري تستخدميها أكثر من مرة. في بعض الأنواع يا دوب بتغطي الطبق أو الصينية ينقطع منك على طول، هذه لا جدا رائعة. طبعا هذا النوع في الكاروهات الأزرق، هذا فيه 3 حبات. الدوائر الملونة هذا كمان 3 حبات. الدوائر الحمراء 3 حبات. الكاروهات نفس كذا بس أحمر 3 حبات. 12 حبة في الكيسة هذه. جدا رائع العدد والاستخدام، راح تفيدك جدا في رمضان. آخر حاجة صراحة جبت هذه الأكياس. أكياس التخزين هذه جبت 3 حبات. طبعا راح تحتاجيها الآن، كلنا راح نودع الشتاء بإذن الله، وندخل على فصل جديد اللي هو الصيف. تمام، فأكيد راح تخزني الملابس، البطاطين، اللحف، أحذية، أكرمكم الله، يعني أي حاجة حابة تخزنيها هنا. هذه جدا رائعة يا بنات. الستات تبعها سوست جدا قوية. كذلك الأقمشة خامتها كويسة. قبل فترة أنا أخذت نفس النوعية هذه، بس كانت خفيفة رديئة الأقمشة، والسوست برضو كانت تنزل على طول. هذه جدا رائعة، وأسعارها جدا كويسة. زي ما قلت الكل كان تقريبا ب5 و75 هللة، ما عدا الفانوس كان تقريبا ب11 وحاجة. طبعا صواني إيكيا. تمام، والله الفاتورة ما عندي، أنا اشتريت بس الفاتورة رميتها. بس يعني أكيد ما هي مرتفعة مرة أو رخيصة مرة، راح تعرفوا أسعار إيكيا يعني. هذه هي مشتريات اليوم. شيروا الفيديو لأكبر عدد ممكن.
وكومنت حلو مثلكم. كذلك اشتراك بالقناة، أكون شاكرة وممتنة لكم. زي ما قلت أنا عندي ما في التفريزات، بخصوص التفريزات تقريبا أنا فرزت الحاجات اللي جدا ضرورية بالمطبخ، زي طبخ وأكلات. صراحة أنا الفريزر تبعي صغير فما يستحمل إني أفرزن أشياء كثيرة. فيما بعد إن شاء الله راح أمتعكم. وركزت كذلك أنا المرة هذه على السحور صراحة، لأن الفطور ما شاء الله ما شاء الله، يعني إخواتي، خالاتي، عماتي، جاراتي على طول يرسلوا، يعني تقريبا من بداية الشهر إلى آخره. وإحنا ما شاء الله طبقين 3 4 5. أكيد مو راح بس تاخذي ما تدي، لا، لازم راح تجازيهم بكذا بطبق حلو. فصراحة الفطور ما أدوشت حالي فيه. وبرضو زي ما قلت سعة الفريزر صعب إنه يسع أي حاجة. فصراحة الأشياء المهمة والدقيقة بالنسبة لي. شوفوا تفريز الطماطم بيوميات حجازية، كذلك تفريز الفلفل بطريقة استخدامي أنا لي في المطبخ. إن شاء الله ما تحتاجوا أكثر من كذا. شوفوا إن شاء الله تستمتعوا معاي. أستودعكم الله حبايبي.